معاك موبايل فيه آلة حاسبة؟ يبقى الفيديو ده ليك. أعلمك تحسب جسمك محتاج كام سعر حراري في اليوم من غير ما تحمل ولا ابلكيشن. بصراحة قبل أي حاجة حابب أشكر أي حد من قلبي. وجودك هنا سواء كنت بتتفرج أو بتكتب كومنت أو حتى بتعمل لايك، ده بالنسبة لي مش قليل خالص. كل تفاعل منك هو اللي بيخليني أكمل وأقدم محتوى أحسن كل مرة من اللي قبله. الفيديو ده وغيره كتير من الفيديوهات معمول ليك ومعمول علشان يساعدك تفهم جسمك وتعيش بصحة أحسن. ما طولش عليكم، يلا بينا نبدأ. ناس كتيرة بتسأل آكل قد إيه؟ أبدأ منين؟ جسمي محتاج كام سعر؟ والإجابة كلها بتبدأ بحاجة بسيطة جدا اسمها البي ام اي، بادي ماس اندكس، مؤشر كتلة الجسم. مؤشر كتلة الجسم أو البي ام اي مش بس بيقول لك وزنك مناسب ولا لأ، ده كمان بيساعدك تعرف تقريبا جسمك محتاج كام سعر حراري في اليوم. طب نحسب البي ام اي إزاي؟ بكل بساطة البي ام اي بتساوي وزنك بالكيلو على الطول تربيع. يعني لو وزنك 80 كيلو وطولك 175، البي ام اي للشخص ده 80 على 175 تربيع هيديني 26.1 تقريبا. نيجي بقى نشوف جسمنا فين من الرقم ده. هنبص على الرقم اللي طلع اللي هو البي ام اي. طيب لو اقل من 18.5 يبقى الجسم ده نحيف. من 18.5 ل 24.9 وزن مثالي بيرفكت. من 25 ل 29.9 اوفر ويت اللي هي زياده وزن. 30 بقى او اكتر دي سمنه. طيب تعالى نربط البي ام اي بالسعرات. دلوقتي احنا عرفنا وضعنا، تيجي بقى نحسب جسمنا محتاج كام سعر حراري في اليوم. لو حاله البي ام اي بتاعها اقل من 40 نضرب وزنها في 20. طيب ازيد من 40 هنضرب وزنها في 15. طيب في حاله ان احنا عاوزين نثبت وزن الحاله هنضرب الوزن في 25 او 30. طيب في حاله ان الحاله عاوزه تزيد في الوزن، وعلى فكره الطلب ده اتطلب مني كتير جدا في الكومنتات، هنضرب الوزن في 40 ل 50. الرقم اللي هيطلع ده عدد السعرات اليوميه يا صديقي. احسب سعراتك وافهم جسمك وكل على علم بس مش على البركه. لو مش عارف تبدا منين سيب لي بياناتك طولك زائد وزنك في الكومنتات وانا هحسبها لك. ما تنساش اللايك المتين والفولو الجميل. سلام.